الحمد لله على السلامة يا دكتور. مش ناسي دي؟ اهلا يا سيادة النقيب، في حاجة؟ ما بتردش عليا في التليفون ليه يا بيرم؟ بكلمك. ولا هتقولي بقى موبايلي ضاع ولا وقع مني في المية ولا وقع في البرج وانا طاير؟ ولا وقع مني في المية ولا وقع مني وانا بنط من البرج. كل الحكاية اني بشوف نمرتك بكنسل عشان مش طالباك معايا. في حاجة يا سيادة النقيب؟ انا ورايا شغل. اسمع يا بيرم، في الظروف العادية المفروض اخدك من قفاك كده على الاسم ونفتح تحقيق رسمي. بس انا لولا العيش والملح اللي بينا والصحوبية ووالدتك الغلبانة اللي كانت واقفة عند البرج بتصوت، انا عايز اتكلم معاك بشكل ودي. تعالى معايا يا بيرم. انا بجد اتبسطت معاك قوي النهارده يا عصفور، بس بقول لك ايه، انت وعدتني ولازم توفي بوعدك. قلبها كده في دماغك وكلمني، بس متاخرش عليا. ماشي، سلام. هو مين ده اللي انت مش عايزاه يتاخر عليك يا سلمى؟ ها؟ بتاع الدليفري، اصل انا بحب الاكل يجيلي سخن. بعد اذنك انا رايحه لصريح بيه. دليفري؟ من امتى يا سلمى؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ قمر يا اخواتي. لا يا اخي تضحك عليا بكلمتين. اضحك. بسم الله ما شاء الله، القناه ما بقالهاش 24 ساعه فاتحه والاعلانات نازله علينا، مش قادرين نلاحق. 5 في عينك يا بت. امسك الخشب، طاد شهود ما يحسدش المال الا اصحابه. عارفه يا سلمى، انا حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى خصني بحاجه ما اداهاش لاي حد. ايه هي يا ريس؟ الكاريزما. الكاريزما يا سلمى، هي دي حاجه ملناش اي يد فيها، حاجه بتاعت ربنا كده. انا والكاريزما زي ما نكون اتولدنا في يوم واحد، توأم، توينز يعني. انا نزلت والبت كاريزما نزلت فوق راسي على طول. هل انت عارفه يعني ايه كاريزما يا سلمى؟ لا معرفش. هو في زي قبولك ولا في زي حضورك؟ ربنا يزيدك يا ريس. انا احب الكلام ده، احبه، بس سيبك انت. الحلقه بتاعت الراجل العنابي دي ضربة معلم. طبعا يا باشا. بالمناسبة انا عندي ليك اخبار عن الراجل العنابي، بس يعني هسمعك عنها قريب. الله، ليه؟ ما تسمعها لي دلوقتي؟ لا، خليني اطبخ الطبخة على نار هادية واغرف لك على الجاهز. ماشي يا ستي لما نشوف طبيخك. قفل بقى عشان بهجت جه. تمام الشيشة يا حودة. تشرب شيشة يا دكتور؟ ما بشربهاش. طب روح انت. ما بتشربش شيشة ليه؟ نغة ولا ايه؟ لا مش نوغة، بس الشيشة التفاح اللي حضرتك بتشربها دي بتسد الشعب الهوائية وبتدمر أنسجة الرئة وبتدمر خلايا المخ لحد ما يحصل لك فشل تام في الجهاز التنفسي. يعني حضرتك لو بتشرب حجر تفاح كل يوم في مدة من 6 ل 8 شهور، يا إما يحصل لك شلل تام يا إما وفاة. حلو قوي الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور، بس زي ما انت قلت حجر تفاح، انما دي شيشة معسل. لا المعسل ما فيهوش شلل تام، وفاة على طول. شيل الشيشة يا محمود. امال اشرب ايه يا دكتور؟ كوباية لبن دافي وعليه معلقة عسل. هات اللي قالك عليه. شوف يا دكتور بيرم، انا مرضتش اقبض عليك وعملت حساب للعيش والملح اللي بينا. اولا احنا مفيش بينا اي عيش وملح، لان دي تالت مرة انا اشوفك فيها في حياتي. ثانيا حضرتك عايز تقبض عليا بتهمة ايه؟ مش حضرتك الصبح حاولت تقتل نفسك؟ هل انا موتت نفسي؟ لا بس حضرتك كنت بتحاول. هل انا موتت نفسي؟ بس حضرتك هل انا موتت نفسي؟ لا. امال عايز تقبض عليا بتهمة ايه؟ انت هتحاسبني على النية؟ دكتور بيرم، فين الرجل العنابي؟ متهيألي انا اكتر واحد عايز يعرف مكان الرجل العنابي عشان اشكره على اللي عمله معايا. عشان كده انا اللي المفروض اسالك، سيادة النقيب، فين الرجل العنابي؟ فين الرجل العنابي؟ معرفش. حضرتك عارف ان وزارة الداخلية كلها مقلوبة عشان تقبض على الرجل العنابي؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمة ايه؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمة ايه؟ عشان كان طاير من غير تصريح. بيطير من غير ايه؟ ثواني. الو. ايوه يا فاروق بيه. دلوقتي انا قاعد مع اللي اسمه بيرم ده. دكتور بيرم. قاعد مع الدكتور بيرم ده بساله الاسئله اللي احنا متفقين عليها، بيرد عليا باسئله انقح منها. انتوا بتحرجونا مع الناس ليه؟ حاضر يا فندم، حاضر، محاوله اخيره كده. ماشي حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. دكتور بيرم، انا باسم وزاره الداخليه بعتذر لحضرتك عن الموقف اللي احنا فيه ده،
وبطمن حضرتك ان الوزاره هي اللي هتحاسب على المشاريب كلها. بس حاجه بيني وبينك كده لتيسير، انت لو اعترفت دلوقتي انا هقف جنبك وهساعدك وهعتبرك شاهد ملك في القضيه. قضيه ايه؟ يوه يا اخي بقى بطل اسئله بقى. هات يا ابني حجر معسل وحجر تفاح. ممكن اروح؟ تقدر تروح اتنيل غور. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، وحشتوني قوي، مع إني لسه سايبكم من ساعتين، بس والله وحشتوني. اسمحوا لي أرحب بيكم في أول حلقة من برنامجكم الجديد طبق الفيل. والنهارده هنتعلم سوا طريقة عمل الفراخ المقلية بخلطة الفيل السرية. واحدة منكم هتسألني هي فين خلطة الفيل دي؟ أقول لها هتشوفيها ازاي؟ دي سرية ولا ايه يا ست بهية؟ انا مش فاهم انت متضايق ليه؟ من الاخر كده يا عم، يا بخت اللي صاحبه راجل. يا ابني بطل تلقيح كلام واتكلم زي الرجاله، في ايه؟ على السكه وعلى الدغري كده، انت اتكلمت عليا وحش في التلفزيون. انا ما اتكلمتش عليك وحش في التلفزيون، انا اتكلمت عن الرجل العنابي. يا سلام، طب ما انا الرجل العنابي. لا، احنا الرجل العنابي. وبعدين انا قلت ايه يعني؟ قلت عليا مسطح. ايه سطحي قصدك؟ ايوه هي سطح دي. طب ودي فيها ايه؟ انت ساكن فين يا عصفور؟ انا ساكن فوق السطح. تبقى سطحي ولا مش سطحي؟ صح، فدي عندك حق ابقى سطح، بس تعالى هنا بقى. ايه بقى مدور الرجل العنابي بالريموت؟ طب ودي فيها ايه؟ داير بالريموت يعني ما عنديش شخصيه. مين بقى اللي قال لك الكلام ده؟ اهم واغلى الاختراعات شغاله بالريموت. التلفزيونات دايره بايه؟ بالريموت. التكييفات دايره بايه؟ بالريموت. يبقى ايه؟ حتى الريسيفر المعفن بتاع واد كوبايه القواجي شغال بالريموت. يبقى التلفزيونات والتكييفات والريسيفر بتاع كوبايه ما عندهمش شخصيه؟ لا يا عم ما تغلطناش العفو، انا ما قلتش كده. برضك يعني بس يعني الدماغ ما كانتش واصله. طيب وبعدين ما انا قلت عليك برضو انك راجل وابن بلد وحاجات حلوه كتير. وبعدين يا عصفور انا قلت قبل كده انا اي حاجه بعملها تبقى ايه؟ لمصلحتي. ولو ما فهمتهاش دلوقتي هتفهمها ايه؟ افهمها بعدين. يبقى تسكت ايه؟ احط الجزمه فوق. يا اما هحطها ايه؟ اديني بالجزمه على دماغي. طب يا عصفور ما انت شاطر اهو حافظ يا عم. بس الحق يتقال يعني الحلقه اللي انت عملتها في قلب التلفزيون دي صيتتني جامد قوي وطلعت من وراها بمصلحه جامده. مصلحة ايه؟ اصل البت سلمى فكرت ان انا العبقري اللي ورا الرجل العنابي، فبدات يعني ايه تكبرني. سلمى أيوة. انت برضو خرجت معاها. انا كلامي ما بتسمعش ليه يا عصفور؟ ايه بس يا دكتور؟ اكيد قلت لها حاجه عننا. لا يا عم عيب وربنا. انا بس قلت لها يعني ان هو صاحبي وحبيبي الرجل العناب وكده، وهي طلبت يعني تعمل معاه صاحبه لصاحبي. وهي اللي هيخليها تطلب غير لو كنت قلت حاجه عننا؟ قلت لها ايه يا عصفور انت؟ قلت لها والله بس ان انا صاحبه وحبيبه ويعني تصفيته خفيفه كده. وليه تقول عصفور البت دي انت ما تخرجش معاها تاني وكلامي يتسمع بعد كده. يا دكتور بيرم انا ما صدقت تعبرني، ابوس ايدك. ما هي ما عبرتكش انت، هي عايزه الرجل العنابي. ماشي يا عم تعبرني عشان اللي تعبرني عشانه، بس المهم انها عبرتني في الاخر يا دكتور. خلاص بقى والنبي. ماشي يا عصفور، تعالى يلا ارميني في اي حته وبكره تعدي عليا 10 الصبح عشان هروح السبتيه. اشمعنى السبتيه يعني؟ انت مش عايز تبتدي شغل؟ هنبتدي شغل لو ربنا. صباح الخير يا عمي. صباح النور. انا هنا سيادة اللواء. عم دي تقولها في البيت، ويا ريت ما تقولهاش في البيت حتى. ولو مش هقول لك يا عمي في البيت هقول لحضرتك ايه في البيت بقى؟ يا ريت ما اشوفكش في البيت من اصله. ماشي يا سياده اللواء. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم تقرير مفصل عن بيرم هاشم ايوب، واضح ان الولد ما يعرفش حاجه. اسم الله عليك، انت اللي تعرف كل حاجه. وفي خبر تاني كده يا فندم احتمال يضايق حضرتك شويه. خبر ايه؟ قول ما توقعش قلبي. عايز حضرتك تمضي لي على الطلب ده يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم طلب اجازه. يا خبر ابيض، ارجوك. بس انا يا فندم بفكر اخد دينا ونظام كده
نطلع كام يوم يعني، نقضي كام يوم كده يعني. يا سلام، كان فين القرار العظيم ده من زمان؟ تروح وتيجي بألف سلامة. ألف سلام. ربنا يخليك. وهتاخد كام يوم؟ يعني اسبوع كده ان شاء الله. لا أسبوع إيه؟ مد. لا يا فندم، اصلها يعني اجازه بدون مرتب يعني. لا مرتب إيه؟ خدها على حسابي، خدها على حسابي. ماشي يا فندم. حضرتك طب بتسلم عليا ليه يا فندم؟ الاجازه لسه من بكره. لا من بكرة، إحنا لسه هنستنى يا ابني. خير البر عاجله. يا فندم بس عشان اقعد بس اقفل قضيه العنابي وبعدين اسافر. ما تقلقش عليها، انا هقفلك قضيه العنابي. مع السلامه انت بقى، مع السلامه. هتوحشنا، مع السلامه. امه وانزاحت. طب قضيه الحوف يا فندم اقعد اقفلها ولا ايه؟ يا سيدي انا هقفل لك كل القضايا. مع السلامه بقى. طيب ماشي. جود لاك يا فندم، جود لاك. بعد اذن حضرتك. يا ساتر، ابن اخويا لكن ريحه تقيل. معلش يا معلم سهر، احنا مش فاهمين حاجه في اي حاجه. زي ما هو مكتوب عندكم في الكارت، احنا شركه من اي حته لاي حته لتوصيل الطلبات ونقل البضائع والتخليص الجمركي. ايوه، ايه الجديد؟ ما البلد كلها مليانه شركات بضايع بتوصل لنا الحاجات لحد عندنا في السبتيه. لا معلش يا معلم، نحن نختلف عن الاخرون. الخدمه اللي بنقدمها ما بيقدمهاش اي حد غيرنا. يعني حضرتك مثلا بتتاجر في ايه والجمرك بياخد منك كام؟ تاجر علي خشب، تاجر خشب، وبدفع 40% للجمارك. خشب وخشب. حضرتك؟ انا المعلم رضا فكهاني، تاجر فاكهه، بدفع 50% للجمارك. حضرتك؟ انا المعلم حسن ابو حشيشه تاجر. لا خلاص معاك، فهمت انت بتتاجر في ايه. طيب حلو قوي، انا هاخد منكم نص اللي بتدفعوه للجمرك، وزيهم هاخدهم لتوصيل الطلبات لاي حته في مصر، مش بس مصر، لاي حته في العالم. ثواني بقى يا اخوانا قبل ما نلوكلك في كلام ملهوش عازه. عدم المؤاخذه يا معلم صقر، ايه العباره يا عمنا؟ مين سيادتك؟ محسوبك المعلم سيد الباغي الكبير بتاع التجار دول، لا مؤاخذه. ماشي يا شهبندر التجار. شوف بقى، احنا شركتنا عندها مهاره خاصه جدا في تخليص اي حاجه من الجمرك. حلو، والكلام ده بياخد وقت قد ايه؟ يعني حسب نوع البضاعه وجايه منين ورايحه فين، بس في النهايه الموضوع بيتراوح ما بين 15 ل 20 دقيقه. 20 دقيقه ايه؟ انت جاي تشتغلنا يا عمنا. يا عم قول كلام منطقي. وهشتغلكوا ليه يا معلم؟ احنا فيها اهو. ماشي، انا عندي شويه حديد خرده بورسعيد، عايزك تجيبهم لي النهارده. بسيطه، اديني العنوان واديني دقيقه اعمل تليفون، وعلى ما تشرب كوبايه الشاي بتاعك تكون الحاجه جت. واحد شاي هنا للمعلم سيد الفحل. الباغي لا مش فارقه. سيبك وبحبك يا ولد، تحتي سيبك وسرقك يا ولد يا ولد. امشي بعيد يا راجل، انا ما تبصش على امي. اقعد ساكت يا. بقول لك ما تبصش على امي. خش ذاكر يا ومالكش دعوه انت. يا دكتور بيرم على الفصلان. ايه ده انت مين؟ عشان تحرم تبص على امي. حاجه اتفرج عليها وانت في المدرسه على فكره. عصفور انت فين؟ انت لسه في السبتيه ولا ايه؟ عصفور انا بسألك انت فين؟ انا جنبك هنا في المنصورة، عايزني اجيلك؟ لا استنى، بص عايزك تطلع على بورسعيد، هتروح على العنوان اللي هقول لك عليه، هتجيب من هناك حديد خردة وتجيلي على السبتية. وعايزك تغير البدلة ما تجيش بيها، وتجيلي على رجليك، اوعى تيجي طاير. وصلت الدماغ يا زميلي. بس اللي اوله شرط اخره نور. اي حد فيكم هيفكر يتعامل مع حد غيري في توصيل البضايع او التخليص الجمركي، انا هوقف شغل معاه ومش هرجع اشتغل معاه حتى لو بس رجلي. انت منفوخ على ايه يا عمنا؟ ما تهدى شويه لما نشوف البضاعه اللي ما وصلتش لحد دلوقتي دي. الو، سلام. البضاعة وصلت. يا صلاة النبي، ده جاب البضاعة كلها يا رجالة. لا ده وايه، في أقل من ربع ساعة. لا كده بقى عداك العيب وازح. بقول لك ايه، أنا عندي شوية بضاعة في السودان تجيبهم لي. لا بقى أنت هتصاحبني، أنا أول مرة عملتها كده ببلاش عشان أبيع لك، إنما بعد كده مفيش بضاعة هتيجي غير لما فلوسك تطلع. خلاص إن كان كده أحلى فلوس ونكتب عقد مع بعض. ماشي نكتب عقد، بس قبل ما نكتب العقد نشرب كلنا عناب على حساب المعلم سيد الجحش. البغل. يا عم والله مش فارقة. اخيرا سفريه بعيده عن الشغل والقرف. بقول لك يا دندونه يا حبيبتي، ان شاء الله اليومين اللي احنا قاعدينهم دول عايزين نلف فيهم البلد حته حته. انت ليه يا تيسير محسسني ان انت مطلعنا روما؟ يعني دي كل الحكايه اسكندريه. انت بتقارني اسكندريه بروما؟ لعلمك اسكندريه دي انا قعدت فيها احلى سنين عمري. ده امتى بقى ان شاء الله ده؟ لما كنت في المأموريه بتاعت المينا. 3 ايام؟
بقت مأمورية يا تيسير. خلاص يا دينا. بابا ممكن تاخدنا لحجرك تعلمني السباحة؟ لا معلش يا حبيبي، اصل انا عايز رجلي الايام دي. نام دلوقتي يا نظام، واول ما هنوصل يا حبيبي هصحيك. مش عايزة انام. نام بقى يا ابني نام، عشان عايز اقول لامك شويه حاجات كده. ايه يا تيسير ده؟ بقول لك يا دندونه، اليومين اللي هنقعدهم دول هخليهم لك زي شهر العسل بتاعنا بالظبط. اللي نمت فيهم يا حبيبي كله. انا فهمت السفريه دي خلاص. نام نام. الو. دكتور بيرو. يا عصفور انت فين؟ بقول لك ايه، انا مش هطير من فوق 100 عقبه دي تاني. كلها طيارات ورق وبتشبك فيا وبقعد افك فيها بالساعات. طب يلا عشان عندنا اوردرات متاخره. هتروح على مطروح هتجيب لب ابيض، وهتطلع على تركيا هترجع الجنسات الميديوم وتجيب جنسات لارج، وما تنساش الفواتير. طب خلاص هريح شويه واتغدى واطلع على هناك على طول. ماشي يا دكتور، سلام. سلام. انا اسف جدا على التاخير يا ابو سلمى. ولا يهمك يا عصفور. ها اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله، بس وحشاني قوي يا ابو سلمى. تصدق انت كمان وحشني يا عصفور، مع انك حالق لي. انا حلقتلك في ايه بس يا ابو سلمى؟ افتكر كده لما جيت لي البيت وقعدت تتحايل عليا عشان ارجعك الشغل مع كاريكا، فاكر شرطي كان ايه؟ كان شرطك ان اشتغل جاسوس عند كاريكا، اذروايز مش هتسامحيني. ماشي يا عصفور. طب وحلقت لي ليه في موضوع الحوار اللي عايز اعمله مع الرجل العنابي؟ لا في دي بقى انا ما حلقتلكيش، هو اللي حلقتك. ايه؟ مش هيعمل الحوار؟ هو لا مؤاخذة يعني بيقول ان هو ما يستنضفش يعمل حوار صحفي او لقاء تلفزيوني مع شخصية زيك او شخصية زي صريح لا مؤاخذة الفيل. ما يستنضفش؟ ده هو اللي بيقول، لكن انا لو عليا اتمنى لك الرضا ترضي. ما يستنضفش مين المعفن اللي 10 منه بريال؟ قول له بقى احنا اللي ما نستنضفش ولا نعمل معاه حوار ولا نشوفه اصلا ولا هو ولا اصحابه. سلام يا عمر. عمر؟ حصلت تغلطي في اسمي يا ابله سلمى. حبايبي الحلوين الطعمين الشطاطير الأمامير اللي دايما منورين برنامجكم الجميل عمو صريح والفيل. برنامجكم الجميل اسمه ايه؟ عمو صريح والفيل. انتوا ايه ما عملتوش استباحة ولا ايه؟ على صوتكم شوية. برنامجكم الجميل اسمه ايه؟ عمو صريح والفيل. جميل. صباح الخير يا فيل. صباح الخير يا عمو صريح. هتكلمنا على ايه النهارده يا فيل؟ اول حاجه عايز اتكلم فيها هي عز الدين عتائي. الولاد الحلوين الشاطرين ما يلعبوش مع ولاد عز الدين عتائي عشان دول ولاد وحشين. ايوه صح يا فيل، ولاد وحشين زي باباهم الوحش، لان باباهم عز الدين ما يخلفش الا ولاد وحشين. ولاد عز الدين عتائي حلوين ولا وحشين؟ وحشين. ولاد عز الدين وحشين. ايوه تمام كده، ولاد عز الدين وحشين. تاني حاجه عايز اتكلم فيها، هسألكم سؤال، مين بيحب يشرب اللبن؟ ايه ده؟ في حد ما يشربش اللبن؟
لازم كلنا نشرب اللبن عشان نبقى اقوياء زي الرجل العنابي، ولا ايه يا عم صريح؟ تمام يا فيل. بصراحة دي بالنسبة لي مفاجأة غير سارة. يعني ايه ما بتحبوش تشربوا اللبن؟ لازم تشربوا اللبن وتسمعوا كلام عم صريح والفيل. لازم تشربوا اللبن يا ولاد عشان تبقوا زي العنابي. طبعا انتوا شفتوا الرجل العنابي ده راجل قوي وعنده عضلات، راجل متين. كل ده من ايه؟ من اللبن. لازم تشربوا اللبن. عارفين العنابي ده يا ولاد بيعمل حاجات كتير، حاجات خارقة. اشربوا اللبن عشان تبقوا زي العنابي اللي بينقذنا من حاجات كتير. الحكومة نفسها ما بتقدرش تنقذنا منها. كده ولا ايه يا ولاد؟ ودلوقتي نطلع فاصل لبن، وبعد الفاصل هنبتدي الدرس الأول. والدرس الأول هو اللي يدوس لنا على طرف نضربه بالجزمة، اللي يدوس لنا على طرف نعمل فيه ايه؟ نضربه بالجزمة. نعمل فيه ايه؟ نضربه بالجزمة. نطلع فاصل جزمة، وبعد الجزمة هنواصل. الله ينور عليك يا باشا، 5 وخمسة عليك. كل الاعمار بتحبك والله. بس ايه رايك فاصل جزمة دي؟ كده انت عجبتني. عارف هذا بقى انت كده فاجئتني بالحته بتاعت عز الدين عتاقي. تلميذك يا باشا. حلو. صريح بيه، عايزاك في حاجه. ايه في ايه؟ الراجل العنابي مش راضي يعمل الانترفيو، بيقولوا ان مش قادر يجي النهارده. يعني خلاص يجي بكره مفيش مشكله، المهم انه يجي. لا هو بيقول انه مش مستنضف يعمل معاك حاجه. ايه؟ هو اللي قال لك كده؟ ايوه. هو اللي قال لك كده؟ ايوه. اخرج من الفاصل يا ابني وطلعني على الهوا على طول. يلا حبايبي الحلوين الطعمين، الشطاطير الامامير، ورجعنا لكم تاني مع برنامجكم الجميل عم صريح والفيل. قبل فاصل اللبن والجزمة كنت بكلمكم عن العنابي واللبن، وقلت لكم لازم تشربوا اللبن عشان تبقوا زي العنابي. انا دلوقتي بقول لكم اوعوا تشربوا اللبن واوعوا تتشبهوا بالعنابي. العنابي ده جزمة، العنابي ده سافل واطي، واللبن مضر بالصحة. اوعوا تشربوا اللبن، اشربوا اي حاجة ثانية، اشربوا عصير مانجا. العنابي ده سافل واطي واللبن ده مشروب مش كويس. يا ابني هات هنا للاطفال حاجة ساقعة بسرعة، وهات لهم كمان سندوتشات برجر بالبيض على حسابي. الو، مين؟ لا 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 لا، النمرة غلط. مفيش هنا حاجة اسمها شركة من أي حتة لأي حتة توصيل للمنازل. لا، أحلف لك إن النمرة غلط، أحلف لك إن ده بيت. مفيش هنا شركة من أي حتة لأي حتة. يلا مع السلامة. ايوه يا فندم. لا استنى. ايوه يا فندم مظبوط، هنا شركة من أي حتة لأي حتة لتوصيل المنازل. اسمع اوردر حضرتك، ثانية واحدة. اتفضل يا فندم. 2 كيلو خيار، و2 كيلو طماطم، وحزمتين شبت، وحزمتين بقدونس. تماما. الكلام ده من عند اي فكهاني؟ مش فكهاني اصلا. اوكي يا فندم، حاضر. 3 دقايق بالظبط والاوردر يبقى عند حضرتك. مع السلامه. مع السلامه. بقيت نصاب يا بيرم، وهتتحبس وهيبقى عليك احكام. يا ربي. في يا فاطمه، انت مش طول عمرك بتتحايلي عليا اسيبني من العناب واشتغل؟ اديني اشتغلت، فتحت شركه توصيل طلبات للمنازل. تحب اقفلها وارجع للعناب؟ لا لا لا، عين العقل. بس مين اللي هيوصل المنازل؟ انا عندي عيال شغالين ديليفري تحتيه، جايب لهم موتوسيكلات يوصلوا عليها الطلبات. موتوسيكلات ايه ان شاء الله اللي هتوصل في 3 دقايق دي؟ دول عايزين موتوسيكلات نفاسه، عايزين صواريخ. ما تتدخليش في شغلي بقى، انا عارف انا بعمل ايه. وانا ان شاء الله هقعد هنا بقى مرزوعه جنب التليفون ارد لك على التليفون؟ لا ارتاح انت. انت بتاخد كام في الشهر؟ 1200 جنيه، و50 جنيه بدل مواصلات، و50 جنيه بدل اكل، و50 جنيه بدل تليفون. هديك 2000 وتشتغل معايا. دول بدل ايه؟ دول بدل مهزقك. موافق. تقعد على التليفون تاخد الاوردرات، ولو السما اتربيت على الارض ما تتحركش من هنا، فاهم؟ موافق. انا يا مربيه قرود يا مربيه مجانين.
يا عم نظام، يلا يلا يا حبيب بابا، يلا يلا جودي بودي. كفايه كده يا تيسير، مفيش حد مبوظ النظام اللي انا عاملاه النظام غيرك. نظام ايه اللي انت عاملاه النظام؟ في طفل عنده نظام ياكل كل ده؟ انا مش عامل حسابي في الفلوس لده يا دينا، ده رابع كيلو جمبري ياكله. علشان كده الولد طالع متدلع. انت عارف ان بيعمل على روحه لحد دلوقتي. وايه المشكله؟ المشكله ان مفيش طفل في سنه يعمل على روحه لحد دلوقتي. ايه المشكله يا دينا؟ ما انا كنت بعمل على روحي لغايه السنه اللي فاتت وانت عارفه كده كويس. وبعدين بقى ما تقعديش تعقدي بقى كل حاجه وتعقدي لنا الولد. انت هتجنني يا تيسير، بالذمه ده كلام ناس عاقلين. كلي 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 يا حبيبي، كلي روح بابا كلي. ايه ده؟ ايه اللي جاب العقرب هنا؟ يعني انا هربان من الشغل وجاي اسكندريه ومن الشغل يجي ورايا؟ في ايه يا تيسير؟ الراجل اللي ورا ده وسجل خطر جرائم دوليه كنت براقبه من كام يوم. يا نهار ابيض. طب يلا نقوم احسن يعمل فينا حاجه. اقعدي اقعدي اقعدي، ده اكيد جاي يعمل مصيبه في اسكندريه هنا. نظام حبيب بابا، لو بابا حبيبك طلب منك حاجه تعملها له؟ اعملها له بس بعد الاكل. لا مش بعد الاكل يا حبيبي، معلش قبل الاكل. ها، عايزك يا حبيبي تاخد العجله بتاعتك وتلف حوالين الترابيزه بتاعت عمو دي تسمع لي بيقول ايه. يلا. احنا ما جبناش العجله معانا يا بابا. ما تقفلهاليش في وشي يا نظام من اولها. افتكرت ان احنا ما جبناش العجله خلاص. عايزك تلف من غير العجله، ها، على رجلك عادي، تلف حوالين الترابيزه تسمع لي بيقول ايه وتيجي جري. يلا يلا وترجع تاكل. ها، انت اتجننت يا تيسير؟ انت عايز تعرض ابنك للخطر؟ بس انت اللي هتعرضيه للخطر بجد. ايوه يا حوفي بيه. انا هنا مستني في المقصوره، بعد شويه هنزل الملعب، هستلم الكره على صدري وبصيها لراس الحربه، بس ادعي لي الحكم ما يدينيش كارت احمر وانا راجع في الطريق. اوكي اوكي اوكي. بيقول ايه؟ بيتكلم عن الماتش، عايز جمبري. بيتكلم عن الماتش وانت عايز جمبري؟ لا طب اقول لك ايه، هجيب لك كل الجمبري اللي في اسكندريه. ها، بس عايزك تعمل ايه بقى؟ هتاخد الموبايل هنعمله تسجيل، وتروح تحطه على ترابيزه عمه هناك عشان نسجل كان بيقول ايه. يلا جري. خد كل الجمبري اهو، طلبت لك 8 كيلو كمان، بس كل يا حبيبي كل. يلا يلا يلا. فاتوره يا فندم. ميرسي. العفو. ميرسي يا حبيبي. ما تنساش موبايلك يا فندم. ده مش موبايلي، اكيد حد نسيه هنا. يا جماعه الموبايل ده بتاع حد ناسيه؟ يا جماعه الموبايل ده بتاع حد ناسيه؟ يا سيدي احنا يا سيدي خلاص اسفين. روح يا ابني هات الموبايل. قوم يا دينا يلا، قومي يلا. اجيب لحضرتك الحساب يا فندم؟ حساب مين يا حبيبي؟ شرطه. يلا يلا يا دينا يلا. انت مش قلت لي مش هنتقابل عندك في البيت ولا عندي؟ امال ايه اللي حصل؟ ها؟ بقول لك ايه اللي حصل؟ لا النهارده ظرف استثنائي. اصلا انا عايز اعرف انت هببت ايه؟ خليت صريح الفيل يقلب عليك القلبه دي. انا اصلا الراجل ده الصراحه ما بحبوش، عمره ما جه هنا يا زميلي. هببت ايه يا عصفور خليت صريح الفيل يقلب؟ انا اقوم اعمل لك شاي او اي حاجه. عصفور، انت قابلت سلمى صح؟ على السكه وعلى الدغري. على السكه وعلى الطين على دماغك. الصراحه قابلتها. يبقى اكيد قلت لها حاجه هي اللي خلت صريح الفيل قلب عليك. انا ما قلتلهاش غير اللي انت قلته. ايه بقى اللي انا قلته؟ قلت لها ان الرجل العناب ما يستنضفش يعمل اي حوار ليه علاقه بصريح الفيل. مش انت قلت كده برضك؟ انا قلت كده يا عصفور؟ قلت كده. انت هتكذب يا دكتور. ليه يا عصفور كده؟ ليه يا عصفور تخلي راجل زي ده يقلب علينا في الوقت ده؟ انا مش فاهم يا دكتور، انت حاطه في دماغك قوي كده ليه؟ اخرس. هايته انا هتصرف. خلينا في الشغل دلوقتي. ايوه كده يا دكتور، خلينا نقب على وش الدنيا. عندنا شويه اوردرات
اهم حاجه كل اوردر من دول يا عصفور ما ياخدش اكتر من 3 دقايق. ماشي. علشان نحافظ على مستوى الخدمه اللي بنقدمها للناس. ماشي، بس انت اديني الاوردرات. بص يا سيدي، هتطلع من هنا على تونس. ماشي. في بضاعه هناك باسم المعلم خميس، تجيبها وتطلع على اسطنبول عدل. اسطنبول. ماشي. هتلاقي شحنه ولعات بتاعت انطونيو ماجري. اسمه ايه؟ انطونيو ماجري. ماشي. تاخدها وتطلع على اوكرانيا. هتروح لهناك واحد مستنيك اسمه سيد هنري. ماشي. قول له عايز الحاجه بتاعت جابر حلاوه. بتاعت جابر حلاوه. ماشي. تمام. برافو عليك. هتطلع بعديها على مضيق جبل طارق. عارفه؟ عارفه. عارفه؟ انت مش عارفه يا عصفور؟ والله العظيم عارفه، بتاع الجغرافيا. ايوه بالظبط. ايوه صح. هتروح على مضيق جبل طارق، هتلاقي واحد مستنيك اسمه ايه؟ طارق. ده صاحب المضيق؟ ها؟ يا دكتور دعابة يعني ما تضيقش. خلاص كمل. طارق ده هيديك ظرف. هتاخده يا معلم وتطلع على فين؟ على فين؟ على البرازيل. اعمل ايه بقى في البرازيل؟ هتجيب بن. اجيب بن لمين بقى؟ ده لامي. ماشي، احنا خدامين طنط. تمام. امسك الاوردرات اهي. هات يا دكتور. ما تتاخرش. ايوه بس الاوردرات دي كلها بعيده عن بعض، يعني انا النهارده هروح واخري قوي. لا بلاش شغل الصناعيه ده. ماشي، روح واخري وبقى تعالى بكره ساعه متاخر. ماشي، وهتحسب لي يوم ونص. ماشي. حاجه اخيره. في حاجه انا عملتها لك كده عشان نضيع لدغه السين اللي عندك دي. لو النبي يا دكتور ابعدني عن الموضوع ده خالص. اخر مره صرفتني المحلول الصوت بقى يطلع من وداني وبقي يتحرك بعديها بنصايه. لا سيبك بقى من المحاليل والشغل البلدي اللي انا كنت عامله ده. المره دي في اجهزه وسلوك وحاجات